يا مساء الخير. سوينا اليوم فطاير السبانخ بطريقة حلوة خفيفة وجدا لذيذة. أتمنى أنكم تجربوها. الطريقة موجودة بالصفحة، لينك الصفحة موجود في البايو. أتمنى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس وكومنت. نشوف الطريقة مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، كيفكم جميعا؟ اليوم حبيت أشارك معاكم طبعا طريقة العجينة عندي معتمدة. كل أنواع الفطاير المعجنات هي المعتمدة، قطنة ما شاء الله ترفع. بضيف ما بستخدم الأكواب المعيارية، بستخدم الأكواب البيت عادي. عندي كاس حليب، بضيف له علبة زبادي، بحط ملعقتين جبن سايل مي مليانة، وعندي ملعقة خميرة، ملعقتين سكر، نص ملعقة صغيرة بيكنج بودر. هذه بس بنقلب المكونات مع بعض عشان نتأكد من تفاعل الخميرة، واخليها 5 دقايق او 3 دقايق وارجع لكم. بعد ما تأكدنا من الخميرة، عندي 3 أكواب قابلة للزيادة، من دقيق لدقيق تختلف. عندي 3 أكواب من الدقيق، بضيفها المرحلة الأولى. طبعا الزيت ما ضفته، بخليه آخر شيء. نعجن، ضفنا جزء، باقي جزء من الدقيق، ونشوف هل هو يبي زيادة ولا لا. الحين بضيف الجزء الثاني من الدقيق، خلاص. الحين ضفنا 3 أكواب. أبى أشوف العجينة هي تحتاج نص كوب زيادة ولا لا. والحين بضيف الزيت، تقريبا 5 ملاعق، ربع كاس، ونعجن. لين ما تتماسك وتكون عندي عجينة لينة. هذه بعد ما خلصت عجناها تقريبا، بعد ما حطيت الزيت خليتها تنعجن 6 دقايق بالعجانة. بحطها وبغطيها الين ما يضاعف حجمها. في من يضاعف حجمها بنسوي مع بعض السبانخ. هذه السبانخ طبعا فريش، نفك الخياط في الربطات حقتها، لا اله الا الله، وبننقعها بالمويه تربص عشان نطلع كل التراب اللي فيها، نفكها وارجع. طبعا بشيل هذا الجزء ما بيه كذا. والحين بعد ما غسلته، طبعا غسلناه 5 مرات بس عشان يطلع التراب اللي فيه. الحين بقصقصها بس دقيقة كذا. عاد براحتك، انتي حابة تقصيه قص خشن ولا قص ناعم. وهذه بعد ما قصصته الحين بحطها في المشخل. بسم الله. طبعا قصصته خشن وناعم. الحين بضيف ملح عشان ابي المويه اللي فيه تنزل. ملحناه، اخليه شويه، بعدين نجي عشان نعصر ونطلع كل المويه اللي من داخل.
والحين بسوي كذا. سبحان الله يعني مرة يقل الكمية. نعصر عشان أنا الموية ما بيها. هذه بعد ما تعصريها تتأكدي إنه ما فيها موية، يعني تعصريها بيدك، تضغطيها كذا. خلاص نقولها على الصحن اللي بنسوي فيه الخلطة. ما شاء الله يعني مع إني مسوية 5 ربطات، بس سبحان الله كيف صارت الكمية مرة قديمة. كذا خلاص تخلصت منها من مويتها. الحين جاهزة للمرحلة الثانية. والحين عندي كمية من البصل، قطعت 3 رؤوس بصل يعني حجمها وسط. بضيف لها شوية من الملح وكمية حلوة من زيت الزيتون. نذبلها بس مجرد ما تذبل، بس مجرد ان البصل دبل بس. الحين نخليه يبرد ونضيفه على السبانخ. والحين بعد ما اتأكدت ان البصل بارد، بسم الله بضيف البصل. نقلب البصل مع السبانخ. يعني انا بس دبلته. في الخطوة هذه في ناس بتضيف جوز، تكسر الجوز قطع صغيرة وتضيفه. جربته ما جاز بصراحة، وكل له رغبته. عشان كذا انا دائما اقول هذه طريقتي وهذا اللي احنا ناكله ونحبه. بعد ما قلبناها تأكدت انها تجانس، اضيف ليمون، دبس الرمان، بسم الله الرحمن الرحيم، شوية كمون، شوي مو كثير، ملح، ونقلب المكونات. أهم مكون السماق، كل ما كانت نوعية السماق زينة راح تطلع معك السبانخ تهبل، وخصوصا إنه نفس السبانخ طازة، مهي يعني مجمدة أو مثلجة. ما شاء الله الريحة. ما احتجت أحط زيت زيتون لأن نفس البصل مع زيت، بس أتأكد من الملح وكذا تكون جاهزة للحشو. تأكد من الملح بس. وهذه العجينة عندي جاهزة، الحين بشكلها. طبعا حابة تقسم العجينة جزئين ونفردها ويكون عندك شكل أو حجم معين وتقصقصيها، أسهل لك براحتك. أنا بشكلها بشكل دوائر وأرصها هنا عشان أنا أبيها بحجم واحد، فأنتي وراحتك. هذا الحجم اللي أنا أبيه. نشكل ونرجع لكم. هذه هي الكمية اللي طلعت معايا. بنرش على الوجه دقيق وغطيها بالفوطة. هذه الفوطة عندي خاصة للمعجنات. بعدين باخذ شوية من الدقيق وبرش على السطح كذا. ناخذ من نفس
طبعا انتي براحتك من ناحية السمك، يعني انا اشوف السمك هذا اوكي. ناخذ كمية مي كثيرة يعني تكون اوكي. نفردها بعدين نمسك الزاويتين. طبعا اللي يشتكوا انها تفتح معاهم يرشوا الاطراف مويه، يكون جنبهم بخاخ مويه ويرشوا الاطراف ونتاكد انها تقفلت زين. وهذا شكلها. الحين نحطها في الصينيه. امسكي نسوي معاكم واحده ثانيه. لا اله الا الله. يعني ما تكون مرة رقيقة. ننفض الدقيق من عليها ونحط حشوة. على طول تمسكي الأطراف كذا من الجهة الثانية كذا. وارجع أقول اللي تفتح معاها شو اسمه، لا إله إلا الله، بخاخ موية يكون جنبك. هذه الثانية نحطها في الصينية. نكمل الكمية ونشوفكم. هذه هي أول صينية خلصناها. عندي بيضة مع شوية خل عشان زفرة البيض. ندهن الوجه، وبعد ما ندهن الوجه نحط على الوجه شوية من السماق. بس أخلص الكمية وأرجع لكم. هذه الكمية بعد ما خلصناها ودهناها بالبيض وحطينا على على الوجه سماق. شغلت الفرن درجة حرارة 180 لأنها ما تاخذ وقت في الاستواء. نشوفكم بعد ما تطلع. أول ما تطلع من الفرن على طول عندي فرشة وصحن فيه زيت زيتون وندهن الوجه. أدهن المجموعة كاملة وأرجع لكم. وهذا الشكل النهائي من فطاير السبانخ. إن شاء الله تبارك الله الريحة. ولما طلعناها وحطينا زيت الزيتون أعطاها لمعة، والعجينة ما شاء الله قطنة ما شاء الله تبارك الله. علينا وعليكم بالعافية. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكومنت للي جربها. الطريقة موجودة كاملة بالفيديو. نشوفكم إن شاء الله بوصفة ثانية.